اخيرا دلوقتي بعمل اول ريندر ليا على سينما بعد 6 ايام تقريبا، وفي 3 فروقات انا خدت بالي بينهم بين سينما وبين بلندر. اول حاجه الموديلنج، يعني انا بصراحه مش متخيل ان انا هقدر اعمل موديل لجزمه مثلا او شنطه على سينما. حاسس ان بلندر اسهل بكتير ان انا اعمل عليه موديلنج، يمكن عشان اتعودت عليه. في ناس بتعمل موديل الحاجات دي على سينما، بس يعني انا حاسس ان انا البلندر بالنسبه لي هيبقى اسهل، ان انا بقالي كتير قوي بشتغل بيه. يعني تاني حاجه وهي الديفورمرز دي، يعني زيها في بلندر الموديفايرز، في على سينما اوبشنز كتير يعني اكتر من بلندر، وحتى اللي موجود منها على بلندر فالسينما بيتعامل معاها احسن بكتير، يعني بيبقى اخف على الجهاز وتقدر ان انت تتقل عليه، غير ان هي يعني في سينما مفهومه اكتر عن بلندر. يعني في تويست اللي موجوده في بلندر مش زي اللي موجوده على سينما. سينما التعامل فيها اسهل بكتير جدا والتحكم فيها احسن. تالت حاجه بقى سهوله الانترفيس، انا بقالي تقريبا 9 سنين بشتغل على بلندر، فممكن ان انا يعني اتعودت على الانترفيس خلاص بتاع بلندر. بس انا حاسس ان لو في حد لسه اول مره يفتح سينما وحد برضه قعدناه اول مره يفتح بلندر، فلا يعني انا حاسس السينما مفهوم اكتر، الانترفيس بتاعه سهل وسلس، كل حاجه موجوده قدامك تقدر تجيبها بكل سهوله. يعني السينما انا حاسه في الحته دي هو مريح اكتر. ده كان اليوم السادس من 30 ليا في سينما، لو حابب تعرف اكتر ما تنساش تعمل لي فولو.